بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم أخواتي، مرحبا بكم دائما مع مطبخ أم عبد الرؤوف. وصفة اليوم هي خبيزات البطاطا اللي المقادير نتاعها بسيطة وهي كالتالي: عندنا زوج حبات بطاطا متوسطين ولا حبة كبيرة بطاطا كنا طيبناها في الماء مع الملح ورحيتها بهذا الشكل. عندي 2 ملاعق كبار نتاع نشا، ملعقة معدنوس مقطعة، حبة بيض صغيرة ولا متوسطة، ملعقة نتاع كبيرة نتاع الهريسة، نصف ملعقة ملح وربع ملعقة فلفل أسود. عندي الجبن والكاشير للحشو. نمروا لتحضير هذه الوصفة. نحطوا أولا الملعقة نتاع الهريسة فوق البطاطا المرحية، نحطوا معاها الملح والفلفل الأسود، نحطوا 2 ملاعق نتاع نشا، نحط الملعقة نتاع المعدنوس المقطعة، البيضة، ونعجن الكل مع بعض حتى تشكل لنا عجينة ما تلصقش في اليدين. هذاك الوقت نحطوا ورق طهي ونشكلوا فوقه على حسب يعني الذوق. انا درتهم مربعات، يعني تقدري ديري مثلثات ولا دوائر. تسطحي كميتين من هذا الخليط، ما يكونش خشين، ترقي فيه شوية كما راكم تشوفوا. تحطي حوالي ملعقة كبيرة نتاع الجبن في وسط حبة واحدة. إذا ما عندكش يعني هذا الجبن نتاع الميزان، تقدري تحطي نتاع الحبات أو أي نوع على حسب الذوق. سويه بهذا الشكل وتحطي دائرة من الكاشير في وسط الجبن. بعدها تغلقيها بهذاك النصف الثاني نتاع الخليط اللي البطاطا نتاع البطاطا، تقفليه مليح على الجوانب باش ما تحلش داخل المقلاة. بعدها تقليه على نار هادية باش طيب لنا من الداخل ومن الخارج. تخليها حتى تحمر من تحت وتقلبيها على الجهة الأخرى، تعطيك هذاك اللون الذهبي. يعني رانا نشوفه هنا في الحبات ما لصقوش. هنا هذا اللون هذا الذهبي اللي عطته لنا هذا هو اللي بغيناه. نزيد نقلب الحبات اللي بقاو لنا. بعد ما يطيبوا نحطوهم في الصحن ونقدموهم مع المايونيز أو الهريسة، يعني ما تكونش حارة. وهنا أنا كنت قصيت حبة باش تشوفوا الحشو يعني كيفاه خرج داخل الحبة. وشهيتكم في الجنة إن شاء الله. سلام.